تروح بكم في قناتي، نتمنى تكون قناتي في مستوى الجميع. عندنا ان شاء الله غندير معكم هاد الرغيف ايطاليين. يلا تشوفوا معايا المقادير باش نبداو. على بركه الله غادا نجيو هنا غنديروا نص كيلو تاع فورص، خميره الحلوى، خميره حبوب ديال العجن، عندي لافانيا كي كتلاحظوا، عندي بيضه كي كتلاحظوا، عندي كاس تاع الحليب ما يعادل 2 كيسان تاع العلبه دافين. يلا البنات على بركه الله يلا نبداو دابا. غادا ندير خميره حبيبات. غادا غندير واحد المعلقه صغيره، هانتوما كتشوفوا. غنزيد معاها واحد معلقه ديال سنيده باش تفاعل لينا هاد الخميره. غنزيدو معاها واحد شويه ديال الحليب، هزينا من داك 2 كيسان اللي حنا دفيناهم لا اكثر صافي، ونخليوها تتفاعل مع الحليب والسنيده. نجيو لهنايا هاد نص كيلو الفورص، غنجيو نكبو في هاد المول ديال العجان، واللي بغى يعجن بيدو كيبقى له الاختيار، يعني حتى في العجن اللي يدير كطلع مزيانه ودغيا دغيا كتسربه. نص كيلو الفورص راه بلاد ما غاديش تغلبو. هانتوما كتلاحظوا من بعد ما حطينا الفورص غادا نجيو دابا نحطوا فانيا ديال 8 غرام. هانتوما ها هي، سمحوا لي. غادا نجي هنايا غنحط معلقه ديال الملحه صغيره، هانتوما كتشوفوا. غادا نجي هنايا غادا نحط بيضه، من بعد غادا نجي نحطها في العجانه تخلطها واحد شويه. من بعد البنات غنجي هنايا ديك الخماره ما غاداش نديرها كامل، فيها 15 غرام. غادا نهز منها غير تقريبا ما يعادل معلقه صغيره، انت الراس المعلقه كبيره يعني ملعقه صغيره. غنجيو لهنايا البنات اللي ما عندهاش الحليب تعجن بالماء، راه بالماء حتى هي كطلع غزاله. هنا عندي قشور ديال البرتقال اللي بعد ما جففته وطحنته كنخليه غير يسمى، هذا غير اختياري ماشي ضروري ديروه. او لو قشور الحامض اللي كيكونوا محكوكين رقاق بزاف ما تقطع لكمش العجينه. يلا على بركه الله هي بدينا كنعجنو غير كنخلطوها، من بعد عاد درت الحليب بشويه بشويه حتى تجانسنا الخليط كامل. شوفوا الخليط البنات بعد ما درت كلشي الخميره ولا المقادير كاملين. دابا غنجي نحيدها من المول ديال العجان. قبل ما نحيدها غندير شويه تاع الزيت في هاد الجبانيه الكبيره، هي كتبان صغيره في الكاميرا ولكن راها كبيره. غنجي نحط في هاد العجينه اللي انا عجنت باش ترتاح. عجينتها هي ما خفيفه ما قاصحه البنات، يعني باش طاوعكم. ها نتوما كتشوفوا. غنجي هنايا غنديرها في هاد جبوبينيه صافي وغنخليها ترتاح ونغطيها. من بعد ما غطيتها شتي كي كندير لها كنغطيها البنات. هاد العجينه هذه بغيتو تعجنوها حتى بالليل تخليوها في الثلاجه الصباح تخرجها بشي ربع ساعه ولا وطيحوا تخدموها رغيفات، راها كتصدق. انا كنديرها ما هي مره ما هي جوج. دابا غنخليها ترتاح واحد نص ساعه ساعه على حسب. صافي كنرجع ليها كنبقاها ترخفات كي كتلاحظوا، كترخف مزيان كطاوعني في العجينه وكتجي عجينتها غزاله. من بعد ما ترخفت غنشدها دابا غنديرها قريصات وندير شويه الزيت بعدا في يديا صافي، وكنبقى نجبدها قريصات كنقرصها صغيورين. شي العجينه كتجي مرخوفه مزيان. هنا كنجي ندير ديك القريصات صغيرتين لان هذه ما غاديش نقليها في مقله، غنقليها في كاسرونه، ما غنقليهاش في مقله باش غادا نكبرها ولا، حيت كنديرهم صغيورين. هذا هو السر الرغيف ديال ايطاليا، هادو رغيف ايطاليين. هانتوما كتلاحظوا كنبقى بهاد الطريقه حتى كنسالي كلشي. من بعد البنات ما غادا نسالي هاد الكويرات ديالي خرجت ليها حتى كميه تبارك الله. غنجي دابا غادا نغطيها ونخليها ترتاح حتى هي واحد 10 دقائق
صافي هنا كنجي كندير الكاسرونه ديالي اولا كانت شي مقيله صغيره باش كنعمرها بالزيت مزيان. كنبدا دابا كنقرص وكنحط، هانتوما شوفوا من بعد ما رسخفت كتجي رطبه، يعني هذه راها مسربيه. كنجي كنقرصها بهذه الطريقه. نتوما شوفوا العجينه ديالها شحال مرخوفه، شتيها. صافي كنجي هنايا كنبقى نشوف الزيت اللي سخنت، صافي كنحطها في الزيت. هي غير هي تبقى واقفه حدا حيت في الطياب مسربيه، ما كتحتاجش تبقاي واقفه عليها بزاف. ملي كتجي طيبيها دغيا دغيا كطيب. انتما كتلاحظوا هذه ما ساعدتنيش. غادا نجيب فرشيطه، هي دغيا كطيب البنات وكتنفخ وكتجي غزاله وكتجي خاويه من الداخل. يعني لا بغيتو تعمروها بالكونفيتير ولا شي حاجه راها كتصلح. هي في الطياب مسربيه. هانتوما كتشوفوني راني كنخدم معكم كنحط حدا في التبصيل وما كتهزيت ما حتى شي حاجه، كتجي ناشفه. هانتوما كتلاحظوا ما درت فيها، ما دايره هاد السقطر، ما حتى شي حاجه، عاديه اصلا ما كتهش الزيت. هانتوما صافي انا واقفه عليها. هانتوما كتلاحظوا صافي كنبقى غادا مستمره بهاد الطريقه هذه حتى كندير الجوجه والثالثه والرابعه حتى كنسالي كلشي. شوفوا البنات كنحطها عادي في الطبسيل، ما كتهزيت ما حتى شي حاجه. كنجي الجوجه، علاش كنقول لكم ما ديروش في المقله غير شي حاجه صغيره، لان هي اصلا صغيبتيتا. يعني من الاحسن ديرها في شي حاجه اللي هي غارقه باش طيب على خاطرها في داك الزيت. هانتوما كتلاحظوا كيجيو غزالين البنات وبنانين بداك ريحه الفاني وبالاخر بالليمون، كتجي غزاله. من بعد البنات ما ساليت الكميه ديالي كامله. هانتوما كتشوفوا كتخرج واحد الكميه تبارك الله. هانتوما كتلاحظوا انا غنجي هنايا نوريكم وحده محله وحده حداكم. هانتوما الشي محلوله خاويه من الداخل، ما تقولوا معجنه ما حتى حاجه. من بعد درت عليها شويه ديال السكر كلاصي صافي وراها جاهزه للاكل. يعني خصها براد اتاي وبالصحه والراحه. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. يلا مع السلامه.